تعلم يا أخي أن الشيعة يحرمون التحالف مع المسلمين في الجهاد ضد الكفار؟ جديدة دي صح؟ جديدة. اتفضل يا عم، ده كتاب شيعي اسمه الحبل المتين في وجوب البراءة من أعداء الدين. وهنعرف دلوقتي مين هم أعداء الدين. لشيخ الشيعة عبد الزهراء المرتضوي. شوف بيقول إيه؟ لا يجوز الجهاد مع العامة اللي هم أهل السنة يعني، كما لا يجوز الإعانة بهم وبدولتهم إطلاقا. بص الكارثة دي، بل يجوز الإعانة عليهم إن كان فيه منفعة للمؤمنين، يعني إن كان في منفعة للشيعة يعني. وبيستدل كمان إن شيخ الشيعة نصير الشرك الطوسي أعان المغول على احتلال بلاد المسلمين في عهد الخليفة العباسي. عرفت يا أخي عقيدة الشيعة الحقيقية؟ سيبك بقى من تصريحات الجماعة السياسيين بتوعهم اللي بينخدع بيها العوام والبسطاء. انت عمرك اصلا شفت حد من الشيعة طلع انكر الكلام اللي انا قرأته عليك ده؟ على فكرة اللي اداني الكتاب ده والمرجع ده اخ اصلا كان شيعي، والحمد لله ربنا تاب عليه من هذا الفكر الضال. اخ فاضل ربنا يكرمه ويبارك فيه ويحفظه من كل سوء. والاخ ده عارف خبايا دينهم السبق كويس جدا، لانه هو اصلا كان شيعي. نصير الشرك الطوسي ده بقى شوف عمل ايه. ده غير كمان بقى ابن العلقمي الوزير الرافضي اللي اعان التتار على المسلمين، وسقطت بغداد عاصمة الخلافة على يديه في ايدي التتار. تاريخ الرافضة وحاضرهم ايضا مشحون بالخيانة والغدر للمسلمين. اذا عقيدة الشيعة انهم ما يحاربوش مع المسلمين، وإنما يجوز في دين الشيعة أن يعينوا الكفار في حربهم على المسلمين. وهو ده اللي هم عملوه فعلا عبر التاريخ. احنا ليه يا جماعة ناسيين ان إيران نفسها كانت متحالفة مع أمريكا في حربها على المسلمين؟